السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينكم أصدقائي؟ مرحبا بكم كالعادة. جبنا لكم أخبار جديدة وأخبار حصرية. الناس كلها نعملوا جيم باش نوصلوا الحلقة لأحباء المنتخب الوطني التونسي، واللي مش مشترك معنا في القناة يشترك معنا في القناة باش نكبروا العائلة متاعنا. وهكا نبداو الحلقة متاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قاعدين نشوفوا اليوم الإطار الفني بصراحة ورى وجه ممتاز وممتاز للغاية. فهمت على الفريق اللي هبطوا اليوم. أنا واحد من الناس تفاجأت فهمت بمردود المنتخب مردود بعض اللاعبين اللي اليوم قدموا مستوى ممتاز للغاية. فهمت نذكر منهم كما نقولوا خليل عياري اليوم اللي بصراحة أبدع. فهمت لعب 60 دقيقة. فهمت ما كنتش نتصور أنا جوار بصراحة أصدقائي بالكاليتي هذيك. فهمت جوار عالمي. فهمت عندها الحق يعني كما نقولوا بي اس جي يعني كما نقولوا باش تعيط له يعمل تيست عندها. فهمت وزيد تقبله. فهمت معاهم. فهمت وانا نتوقع له مستقبل كبير برشا للجوار هذا. فهمت وعنده بلاصه راهو في الاكابر نتاع البي اس جي بالمردود اللي قاعد يقدم فيه. فهمت نقله نوعيه كبيره. فهمت يعني من نقيض النقيض كما كان يعني كما نقولوا قبل مع الملعب التونسي كيفاش ولا تو مع البي اس جي، سواء في البنيه الجسمانيه والاداء نتاعو تتغير برشا. الجوار بصراحه شفت منه فهمت اداء. فهمت اليوم حبس لي مخي اصدقائي. فهمت ما عندي ما نقول. برافو. فهمت برافو يعني على الخدمة الكبيرة اللي قاعد يخدم فيها الجوار. حط في قلبه فمت وقاعد نغزلو. فمت قاعد يقدم في مستويات كبيرة. فمت وبيناتنا خير كيما جاش هكا الجوار اللي مشى لمصر هذاك هيثم حسن ولا شكون. فهمت خويا كان باش يغطي علينا على موهبة كبيرة. فهمت يعني بصراحة. فهمت ربك عادل مش ظالم. فهمت يعني إنسان عنده موهبة كيما هكاك كان باش يغطي عليه جوار يعني نغزلو. أنا ديجا ما قدمش مردودك اللي كما نقولوا حاجة كبيرة مع المنتخب المصري. فهمت تفرجت فيها المقابلة في الملخص يعني تاع ربحة السعودية صحيح 4 بلاش ما نغزلو ما قدمش مردود. طيارة برشا. فهمت واحد خير من خليل العياري. خليل العياري يطير عليه تيران بصراحة أصدقائي. ونكونوا يعني كما نقولوا نجم نقولوا الناس الكل رانا تهنينا بإذن الله بإذن ربي سبحانه على الجهة اليمين بتاع المنتخب. إذا عندنا جوار كما هكاك بصراحة بسم الله ما شاء الله عليه. فهمت نشوفوا نعملوا طلة زاد على الإطار الفني اليوم بصراحة. عمل يعني كوتشينج ممتاز وممتاز للغاية. فهمت خاصة في الشوط الأول. فهمت شفنا المنتخب التونسي هبط بوجه مغاير. فهمت على اللي نعرفوه. فهمت ظهر يعني بصمة المدرب واضحة جدا. فهمت ورغم أن يعني كما نقولوا برشا جوارات أول مرة تلعب مع بعضها كيما الجول صبري بن حسن آدم عروس. فهمت الزعلوني. فهمت برشا جوارات أول مرة تلعب مع بعضها. فهمت خضيرة. فهمت ولو انه مش ما قدمش مستوى يعني اللي كنا نتوقعوه منه. خضيرة. فهمت وسط ميدان دفاعي هذاك هو كما نقولوا اللي نجم يقدمه. فهمت وديجا كما نقولوا اول مرة يلعب مع المنتخب يعني ما نجموش يعني نحطوا عليه اخطاء ولا حاجة. فهمت بون ما عملش اخطاء واضحة ولا حاجة. فهمت اما شفته مازال يعني كما نقولوا ماهوش مندمج كوم يلفو مع باقي الجوالات. وخاصة يعني كما نقولوا الاتاك والديفونس ماهوش قاعد يعني تحسوا جوار حاشم شوية ولا ما فهمتش شنو أصدقائي. بون هذاك هي يعني كما نقولوا المستوى اللي قدموه الأولاد اليوم بصراحة يعطيهم الصحة. برافو على الآخر أصدقائي. لكن يلزم نلقيو النظر على جوارات. بصراحة حبسوا لي مخي اليوم كيما إسماعيل الغربي. الغربي هو النقطة المضيئة اليوم اللي في المنتخب. إسماعيل الغربي هاك شفتوه. الهدف ساعة صار البداية نتاعو باش نتبعو من الأول. نشوفوا بداية الهدف كيفاش تمركة. واحد راهو كان السبب نتاعو هو خليل العياري قطع الكرة وعداها الياس الصخيري. ومن بعد الياس الصخيري عداها إسماعيل الغربي. وإسماعيل الغربي بعثها في طبق لتونكتي. وتونكتي ما يرحمش في البلايص هذيك. ماك تعرفوا تونكتي. بسم الله ما شاء الله عليه. يعني جوار عالمي. عنا بصراحة حاليا نجم نكونوا يعني كما نقولوا نتهناو شوية. واحد أنا كنت راني بصراحة فاشل برشا. ما عادش نحب نحكي عليه المنتخب خاطر بما انه الاطار الفني السابق نتاع سيسامي طرابلسي والناس اللي كما نقولوا تعديت على المنتخب كانوا بصراحة فضيحة. خاصة تكتيكيا وفنيا يعني فضيحة من أعلى الطراز كانت عندنا. اللي خلانا نحن الناس مع ولينا نتهربوا باش ما عادش نحكيو على المنتخب اليوم.
اليوم سهرت بالذمة والله قلت هاي برا خويا خلينا نرجعوا الأمل في المنتخب، خلينا نعملوا طلع، خلينا نشوفوا كيفاش يلعب واحد. كان لقيته قلت أنا في فريد والله بيني وبين روحي، قلت كان لقيتهم يعني مش يلعبوا كالعادة، فهمت، ونفس التكتيك ونفس الفشل، فهمت. واحد قلت هاي سايب عليه، خلينا نكمل ميتون نمشي نرقد على روحي. بصراحة هاك تشوفوا واحد التو، فهمت، والله شخت عليه المنتخب اليوم أصدقائي. بصراحة جوارات، فهمت، عطاولة عليهم واحد، لكن فما جوارات خويا رانا فدينا منهم ماذا بينا ما عادش نشوفوهم. تو كيما الماستوري زايد هبطوا زايد جايبينه، فهمت. جوار ماركا بونتو البرازيل حب يقعد يصرف منه فهمت، راجل طول عمره مع المنتخب. شفتوها فرصة واضحة، فهمت، واحد كان هكا يطز هكا دوبلاش بساقه، فهمت، تتماركا ديريكت. تو جواري فهمت يعني قريب للجول، والجول قريب يعني للجول نتاعو، يعني كيف تحب تهز بيه كورة، فهمت، وكل هزة عاد بتاع الكورة وكل فضيحة، فهمت يعني جوار، فهمت. سي يعني كلي عليه الدهر وشرب، يعني سي مشي على روحه. انا واحد من الناس ماذا بيا ما عادش نحب نشوفه في المنتخب سي الماستوري، فهمت، وايمن دحمان فهمت، برشا جوهرات راهم زايدين نغزر لهم انا في المنتخب. فما نقائص صحيح، بلاصة حنبال المجري كانت واضحة، فهمت، واحد ولو انه راهو اسماعيل الغربي اليوم بسم الله ما شاء الله راهو كفى ووفى، فهمت يعني اسماعيل الغربي، فهمت، جوار، فهمت، ربحته تونس على الاخر، فهمت يعني. صحيح هو مش قاعد يلعب مع الفريق متاعه، وبرافو الإطار الفني عطاه فرصة، فهمت، باش يعني كما نقولوا يثبت وجوده، وكان يعني كما نقولوا عند طموحات الجماهير، ويعني كما وعند ثقة المدرب، فهمت، كي عطاه الفرصة، فهمت، قدم المردود اللي عليه وأكثر. بصراحة نغزلو خذا إنذار، فهمت، هذاك هو يعني الكورة، فهمت، وعاد لكن هيك شفتوا يعني المردود اللي قدمه، فهمت، الاسيست اللي قدمه، وقدم برشا كورات، خاصة زاد عدى باس زاد ديسيزيف لسينما ستوري هاك شفتوه، فهمت، برشا باسات. اللومي كيف كيف قدم عليه ماركا، فهمت، بولتو اورجي باش يوريك يعني لا تكو ما يرحمش. دوب ما خرج تك تك حتى في الشبكة، فهمت. بون صحيح البونتو اورجي، لكن فهمت يبعد، يهرب بالماستور، ويهرب بشواط، فهمت. وزيد كمل من بعد عاد هبط له أي بن فرحات ريتو زاد، فهمت يعني. طيبي شعراوي مركي، فهمت، يعني ما ودتوش يعني فرصة واضحة برشا. كان جات الفرصة هذيك اللي جات للمستوري، جات لؤي بن فرحات، ولا جات للومي، راهي ماركات، فهمت. ولا أنيس السعيدي، فهمت، ما شفناش اليوم، فهمت. أنا حبيته يعني يهبطوا هو في بلاصة المستوري، فهمت. مستوري كما قلت لكم أصدقائي، المستوري حكايته فارغة، فهمت يعني. سيء تو فما جوارات يعني شفناهم يعني ما شنو باش يزيد يقدم إضافة أكثر من اللي شفناها عليه قبل، فهمت. وهذا يعني ظاهر هاكا، فهمت. الجوار، فهمت، تجيب يحب الراجل اللي يجيه، يعني فما فرق راهو ما نجمش تجيك قدامهم برشا فرص، خاصة الفريق بتاع اليوم. أنا كنت واحد من الناس حاقروا الفريق، قلت شنيا هايتي هذه ودرا شنو. يودي شفت جوارات تلعب في ساندرلاند، وجوارات، فهمت، تلعب في الانجليز، فهمت يعني. جوارات مستوى عالي، فما شكون يلعب في سويسرا شو اسمه الحاج محمود، فهمت، واعد وكا يسلم عليهم في اخر البارتي، فهمت، واعد يعني. جوارات مستوى عالي، فهمت، خاصة عندهم اتاكون، فهمت، اول مرة يهبطوا اليوم. دي جوارات طيران، فهمت. شفتوا البنية الجسمانية متاعهم، فهمت، والقوة البدنية متاعهم بصراحة، فهمت يعني. في الفيزيك يهربوا علينا، فهمت يعني، الله منه، فهمت. اليوم يعني ما سلكناهم. وهذا كما نقولوا صبري بن حسن ولا بن حسين يعني، قام بالدور نتاعو، فهمت، وكفى ووفى، فهمت. هذا باش ينسينا كما نقولوا في سي دحمان، فهمت. دحمان نعيط له انا شقاقة، راهو سيب الرسمي شقاقة، هذاك عمل لنا الفضح في البطولة العربية، فهمت، وكاس افريقيا يعني. هذاك كان سبب من الاسباب، فهمت، اللي بقى مكبش فيه سامي انشيلوتي، فهمت، مكبش فيه لان خرجنا من كاس افريقيا وخرجنا من البطولة العربية. هذاك باش يوريك اللي شنو حدود المدرب، فهمت. حدود المدرب فنيا وتكتيكيا هكا ظهرت، فهمت. وهاو جاء مدرب، فهمت، عنده في مخه كيفاش، وشفتوه كيفاش واقف يعني في التيران، كيفاش يوجه في الملاعبية، فهمت يعني. بالنسبة للجوارات اللي يعني حكيتهم زاده في المنتخب، عندك بن حميده، فهمت. بن حميده، فهمت، هذاك حدود الله نعرفوه في الترجي، فهمت، راه مش بتاع منتخب يعني. زيد بون هذه بارتي هكا كيما نقولوا، حاب يزيد يشوف فهمت، باش ما يبقاش من بعد كي حتى كي باش يهبط يختار القائمة الأخرانية في كأس العالم، وكي يعرف شنو يختار. يعني أنا معاه راهو صبري اللاموشي على القائمة، على الجوالات اللي هبطهم اليوم، فهمت. معاه في كل شيء، فهمت. تكتيك وحساباته كلها صحيحة، حسب من شو حسب نظريتي أنا أصدقائي.
هذيك هي أصدقائي كيما حكينا فهمت عمل كوتشينغ ممتاز جدا يعني صبري اللموشي وعرف كيفاش يهبط جوارات أول مرة راهي تلعب مع بعضها فهمت وقاعد يعني حتى ما يعرفوش بعضهم مليح فهمت ديجا حتى كي تشوفهم فهمت يعني تحسهم فهمت ناقصين برشا لصق لعب مع بعضهم فهمت ديجا مازالت المباريات هذه مازالت تسمى مباراة هذيا فهمت يعني هكاك وبرا لكن ما تسميش يعني واحد حسب المنافس اللي شفناه اليوم فهمت هذا المنافس هذايا راهو باش يلعبوا ضد المنتخب المغربي فهمت في بول المغرب والبرازيل يعني منافس راهو مش باش تحقروا هذايا البرازيل ولا باش تحقروا المغرب وواحد باش يقولوا هاي هايتي تو تشوفوا المفاجآت في كأس العالم تو مخاخكم تحبس فهمت الفريق هذايا أنا نتوقع فهمت ينجم يحبس المغرب عادي على الآخر زاد فهمت لكن باش تدخلوا المغرب بلغة استسهال وواحد راه منتخب ماهوش لعبة حتى تعرف هاك شفتوهم فهمت على المهاجمين اللي عنده فهمت وجوارات فهمت كلها تلعب لبرا فهمت يعني جوارات بصراحة بنية جسمانية تخوف بصراحة هكريتهم جواراتنا فهمت قد معروس ومن ما ظهروش قدامهم يعني في الفيزيك فهمت بصراحة يعني هذايا فهمت كلمة حق وتتقال يعني ما نبقوش يعني كما نقولوا نغطوا في عين الشمس بالغربال ليكيب راهي ماهيش سهلة حتى تعرف لعبنا كونترها اليوم وبالنسبة كما نقولوا للجوالات في الشارع اليمين شفناها غاية الزعلوني راهو كيف زاد راهو ماهوش متاع منتخب عملوه قنطرة طالعين هابطين فهمتوا ونشوف تو في صفحات نادي الافريقي وغاية الزعلوني ردوه كفو فهمتوا على خاطر لعبك 60 دقيقة ولا قداش راه حكيتو زادة فهمت عندنا يان باليري والنفاتي ياك شفتوه كي هبط النفاتي فرق شاسع فهمت فرق شاسع فرق ما بعد السماع اللطام ما بينه هو والزعلوني يعني ديجا شفتوا بعينيكم فهمت يعني فما فرق يعني جوار يلعب برا والكاليتي وشفتوا جوارات تونس شنو هي هذاك هي الحدود نتاعها على جوارات تونس باش ما نبقاوش يعني انا راني مانيش كونتر وانا زعلوني كان عمل مقابله كبيره راني نخفى معاه انا مانيش كونتر حتى جوار هذا منتخبنا فهمت من غير ما نقعدوا نحكي ولا الترجي لا الافريقي لا حتى شيء فهمت هذا منتخبنا الناس الكل لازم يقفوا وراه فهمت جوار تحسوا يقدم اضافه خير من الاخر خويا هذاك نتكلموا معاه ونقفوا معاه هذاك منتخبنا فهمت هذا شنو كان رايي انا اصدقائي ونستنى ارائكم في لي كومنتير وهكا كانت الحلقه نتاعنا نتاع اليوم نتمنى عجبتكم الحلقه اصدقائي الناس الكل نشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تفرجوا فيا وما تنساوش تعملوا كالجيم باش نوصلوا الحلقه احباء المنتخب الوطني التونسي واهم حاجه ناكد لكم عليها اصدقائي هي الصلاه على النبي محمد في كومنتير واللي ما يعرفش يصلي على النبي محمد في كومنتير يصلي على النبي في قلبه وكان يقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.